جالك النهارده باخر ابديت بمناسبه موضوع الجمارك اللي هينزل على الموبايلات الفتره الجايه. هل القرار بتاع الجهاز الرسمي لتنظيم الاتصالات بقى رسمي خلاص، غير ان تم تعديلات كتير قوي بخصوص القرار ده فعليا؟ تقريبا هتلاقي كل الاجابات لاي سؤال تم طرحه مؤخرا حول الموضوع ده. خدت وقت كافي اسمع اكتر من حد، من ضمنهم وزاره الماليه وشعبه المحمول والى ما ذلك، وبعد قرايه وسيرش كتير جدا في الموضوع ده خلينا نختصر لك الموضوع وايه اللي هيحصل بالظبط وايه اللي هيحصل الفتره الجايه. فلايك سبسكرايب كومنت حلو، من غير كلام كتير كده صلى على النبي ويلا بينا تفاصيل القرار اللي هيتم صدوره العام المقبل ان شاء الله تحديدا. وللتوضيح في اول يناير 2025 هو ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هيفرض رسوم او جمارك على الموبايلات اللي جايه من الخارج. النسبه دي هتكون من 34% لحد 38%. لسه عموما مفيش ارقام رسميه او نسب رسميه طلعت لحد دلوقتي من الجهاز القومي، بس كان في كلام اخر يعني بيقول او تسريبات تانية بتوضح ان النسبه هتكون 24.5%. تسريبات تانية طلعت بتوضح ان النسبه هتكون 38.5%، ودي النسبه اللي بشكل كبير قوي مؤكده. النسبه دي اللي هتكون بشكل كبير قوي صحيحه، والنسبه دي تنقسم لاربع حاجات: 15% جمارك، 14% قيمه مضافه، 5% رسوم تنميه، و5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وهيكون موظف الجمارك كده هيكون عنده لسته بكل اسعار الموبايلات اللي موجوده في السوق. المفروض يعني موبايل سعره مثلا 5000 جنيه في الغالب هيدفع نسبه الرسوم دي اللي هي 38%. موبايل مثلا سعره 60000 جنيه هيطبق عليه نفس النسبه. الاستاذ شريف الكيلاني نائب وزير الماليه طلع في احدى البرامج ووضح ان القانون متغير، يعني اللي هو مفيش ضريبه اضافيه على الموضوع ده. كل ما هناك ان في الاونه الاخيره انتشرت بشكل كبير قوي ظاهره لتهريب الموبايلات. تقريبا 95% من الموبايلات اللي كانت بتدخل مصر مهربه للاسف، و5% فقط بتدفع رسوم جمركيه المفروض عموما، اللي هي اصلا النسبه اللي موجوده من زمان مش حاجه جديده. ففكره ان ده قرار لسه نازل وجديد وبتاع، لا، ده قرار مش جديد، ده موجود فعليا منذ سنوات طويله جدا. وده كان كلام الاستاذ شريف الكيلاني. وضح كمان فكره ان انا لو معايا موبايل شخصي مسموح ان انا ادخل بيه بدون جمارك او رسوم اضافيه، بس مهم جدا انك تسجله عند مأمول الجمارك قبل ما تدخل. المفروض بكل بساطه بتتوجه له وتقول له ده موبايل الشخص، لو سمحت مش عايز الشبكه تفصل في يوم ما من على الموبايل. هيبدا يملك بالمهمه دي فعليا بدون اي رسوم جمركيه ولا اي حاجه. فالقرار ده هيتطبق على الموبايلات المتهربه فقط، مش هيتطبق على موبايل شخصي بتاع مواطن عادي. نفترض مثلا ان انت ما سجلتش، فالمفروض بعد اصدار القرار ده اي موبايل هيدخل من غير ما يتسجل المفروض ان هو هيجي له رساله بدايه من 1 يناير 2025. تاريخ مش مؤكد بنسبه كبيره، ما اقدرش اكد ده، لكن دي المعلومات اللي انا قدرت اوصل لها لحد دلوقتي حول الموضوع. الرساله دي المفروض بيقولوا فيها ايه؟ بكل بساطه بيقولوا فيها انك تدفع الرسوم الجمركيه خلال 90 يوم. دفعت المفروض الرسوم، الموبايل ده تمام ومش هيواجهك اي مشاكل في الموضوع. طيب ما دفعتش يا معلم، الموبايل هيكون حته حديده في ايدك لحد ما تدفع بقى الرسوم الجمركيه بتاعتك. وزي ما قلت لك ان الموضوع ده مش جديد او القرار ده مش جديد. انت حاليا جاي من بره مصر معاك بتاع 10 تليفونات مثلا. المفروض القانون المصري بيقول لك موبايلك الشخصي الاول، بعد كده اي موبايل غير موبايلك الشخصي ده بتدفع رسوم جمركيه عليه. وده زي ما قلت لك في بدايه كلامي ده بيحصل من زمان جدا، ده قانون البلد هو اللي بيقول كده. القانون ده مش متوجه لمواطن عادي، القانون ده متوجه للتجار اللي ممكن تدخل باكتر من موبايل من غير ما تسجل الرسوم الجمركيه بتاعت الموبايلات دي. في سؤال تاني برضو اتطرح مؤخرا وهو ان انا هدفع الفلوس دي فين. المفروض ان هو هيكون في ابلكيشن اسمه تليفوني او ويب سايت معين للموضوع ده، وتم الاعلان عنهم في بانر في اكتر من مكان، بس مش شغال لسه عموما، علشان لو حاولت تجرب الموضوع ده هو لسه لحد دلوقتي مش شغال، هو مجرد توعيه في الوقت الحالي مش اكتر ولا اقل. وسؤال مهم جدا اكيد هيجي في بالك حاليا، واللي هو انا اكيد معايا موبايل الشخصي حاليا وما عنديش علم بانه اتدفع له رسوم جمركيه ام لا. اكيد مش هيكون عندك علم بحاجه زي كده، ما تعرفش الموبايل اللي معاك ده بالفعل اتدفع له الرسوم الجمركيه اللي مفروض عليه ولا لا. هل الموبايلات ده هيجي لها الرساله دي بالفعل وهيقول لك عليه رسوم جمركيه والكلام ده كله؟ الاجابه لا. ملخص للموضوع الكبير ده ان اي موبايل موجود في مصر حاليا واتاكتف او اشتغل عدى عليه القرار ده، يعني مش هتدفع له حاجه، ولكن بعد تطبيق هذا الاجراء ان اي موبايل بعد كده جاي من الخارج المفروض هيدفع له رسوم جمركيه. اي موبايل هيجي من بره مصر بعد كده هيدفع له رسوم جمركيه. طيب بالنسبه للسائح العادي هيتعامل ازاي؟ دي من احدى الاسئله اللي اكيد اتسالت كتير جدا الفتره اللي فاتت. القانون ده بالفعل هيطبق عليك ولا لا؟ فخلينا اجاوبك عليها كده. القانون ده بالفعل هيطبق عليك، بس هيديك مهله 3 شهور، وانت كزائر في الغالب مش هتتخطى 3 شهور، فتره محدوده يعني. فبالفعل هيسمحوا لك انك تدخل بالموبايل عادي ويفضل شغال لمده 90 يوم. سؤال اخر متداول بين الكل غالبا وهو ان انا حاليا دخلت بالموبايل العادي من غير ما اسجل وبتاع، هيجي لي مثلا رساله ويقول لي فيها والله يا معلم انت ما سجلتش الرسوم الجمركيه اللي موجوده على الموبايل ده او اللي مفروض على الموبايل ده. السؤال هنا ان ده هيتعرف ازاي او هيعرفوا ده ازاي؟ يعني هيعرفوا ازاي الموبايل ده دخل امتى؟ مثلا دخل النهارده، امبارح، هيعرفوا كل ده ازاي؟ ده كان سؤال من الاسئله اللي اتسالت للدكتور شريف الكيلاني. وضح النقطه دي في ان المفروض في شغل هيحصل الفتره الجايه مع وزاره الاتصالات. وزاره الاتصالات كده عندها كل
الموبايلات او كل اجهزه التحكم معروفه ان الموبايل ده داخل بالسيريال نمبر كذا. كل الكلام ده المفروض بيظهر عادي في وزاره الاتصالات، فالمفروض ده شغل وزاره الاتصالات، فدي بتاعتهم مش بتاعتنا تماما. المهم، فلو انت ناوي تشتري بعد فتره مش في الوقت الحالي، اتاكد انك تشتري الموبايل بضمان محلي. هتعرف ده ازاي؟ هتلاقي ستيكر الوكيل موجوده على البوكس او اي حاجه هتوضح لك عموما في البوكس ان الموبايل ده متصنع هنا في مصر مثلا او بضمان محلي بمعنى اخر. او ممكن تاخد مثلا السيريال نمبر بتاع اي موبايل وتدخل بيه في ويب سايت الشركه وتتاكد من خلال الموضوع ده هل الموبايل بالفعل ضمان دولي ولا ضمان محلي. وغالبا الفتره الجايه هنبدا نشوف معظم الموبايلات جايه بضمان محلي مش ضمان دولي، علشان الاجراء ده هيكون سبب في انه يقلل طلب على الموبايلات اللي جايه من الخارج او اللي جايه بضمان دولي. طب هل الكلام ده هينطبق على كل الموبايلات بالفعل سواء جديد او يوز او محلي او دولي؟ خلينا اكلمك في نقطه كده. مبدئيا القرار ده هينطبق على الموبايلات اليوزد والجديد، يعني سواء مستعمل او جديد هيدفع عليه رسوم جمركيه، لكن الموبايلات اللي متصنعه محليا او بمعنى اخر متصنعه هنا في مصر مش هيكون عليها رسوم جمركيه تماما. القرار ده هيطبق على الموبايلات اللي جايه من خارج مصر او اللي جايه بضمان دولي. اخر حاجه هتكلم فيها ان في الغالب كل الموبايلات اللي موجوده في السوق المصري حاليا بنسبه 99% اتاكتيفيت، وده علشان الاجراء ده ما يطبقش على الموبايلات دي. فانت لو حاليا معاك موبايل بضمان دولي حاول انك تاكتيفه او تشغله دلوقتي حالا، حاول تفتحه وتحط فيه شريحه وحاول تعمل منه مكالمه. لكن لو انت ضمان محلي ما تقلقش، القرار ده مش هينطبق عليك تمام. ولو فكرت تشتري موبايل في الوقت الحالي غالبا مش هتلاقي تاجر عادي ممكن يبيع لك موبايل، يعني الفتره دي موقفين بيع، وده علشان محدش عنده علم باي حاجه ممكن تحصل الفتره الجايه. يعني اسعار مثلا الموبايلات ممكن تزيد، عموما مفيش حوار انها ممكن تقل، ده مش الكلام ده. المهم ده كده هيحصل لان في زياده في الاسعار فعلا بشكل جنون الفتره الجايه. انا عايز اقول لك ان في الفتره دي اصلا بدات تزيد بشكل كبير، واللي بيبيع بالسعر مبالغ فيه جدا. طبعا ده حوار اللي احنا بنتكلم فيه ده، وحوار ابل ده حاجه تانية خالص. ابل ما عندهاش وكيل رسمي في السوق المصري هنا، فده كده هتكون مشكله كبيره قوي هتتسبب في ارتفاع موبايلات ابل الفتره الجايه. اوريدي موبايلات ابل اصلا غاليه، فانت لما تدفع الفلوس دي كلها في موبايل ما وعليهم 38.5% من الضريبه على سعر الموبايل، دي انا شايفها كارثه فعليا، كارثه، لان موبايلات ابل الفتره الجايه هتكون فعلا فوق. غير بقى سعر الدولار لو اتحرك بشكل نسبي الدنيا مش هتبقى لذة حاجه خالص. كل الكلام ده هيأثر بالسالب على سوق الموبايلات الفتره الجايه. فلو انت ناوي تشتري موبايل في الوقت الحالي يا معلم، انزل خد قرار الشراء دلوقتي حالا. لو لقيت تاجر فعلا مش موقف بيع او باعلك بالحب تمام، اعتقد ده هيكون اضمن لك. بس كده تقريبا دي كانت كل حاجه تخص الموضوع ده. ولو عندك اي سؤال بخصوص الموضوع ده اكتب لي تحت في الكومنتات، اكيد هرد عليك في اقرب وقت. ولو لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب ولا كومنت حلو، يعني اتمنى انك تنزل تعمل كل الكلام ده دلوقتي. وبس كده اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.